زايد كمل بحثه عن الزوجة التانية، ونصرة اتعاملت بشكل طبيعي وما كانتش مبينة أي مشاعر، وكل ما كان الوقت بيعدي كانت ثقتها بتزيد وبتمني نفسها بالرجوع. وبعد كام شهر زايد لقى العروسة وراح اتقدم لأهلها وطلب إيديها، وأهل البنت وافقوا عليه وحددوا ميعاد الفرح يوم 15 أغسطس 2009 في مدينة الجهراء. إخوات زايد البنات لما تم الاتفاق بدأوا يبعتوا صورة العروسة الجديدة لنصرة، رغم إن المفروض العلاقة انتهت، بس طبعا التصرف ده جرح نصرة وقتها. وأول ما عرفت إنهم خلاص هيتجوزوا وإنها ما عملتش حاجة لكل ده كانت مقهورة، لأنها كانت متوقعة إنه هيرجع لها تاني وإن كل اللي بيحصل ده هيعدي مع الوقت. وحاولت تتصل بيه أكتر من مرة عشان يرجعوا لبعض، عشان حتى الأولاد اللي ملهمش ذنب، وفي كل مرة كانت بتكلمه كان بيبلغها إنه مش هيتراجع عن قراره ولا هيتراجع في الجوازة التانية. ومع الوقت نصرة سكتت وسلمت للأمر الواقع، وتبدأ تجهيزات الفرح بمستوى راقي مكون من خيمتين، خيمة للرجالة والتانية للسيدات، وبين الخيمتين باب، والخيمة الواحدة بطول 16 متر وتكفي 300 فرد. وبعد انتهاء التجهيزات نوصل ليوم الفرح مع بداية وصول المدعوين من الأهل والجيران، وبدأ الفرح والكل مبسوط. وقبل الحريق بدقايق نصرة كانت بتتصل بزايد، وده اللي خلى نصرة في الأول في دايرة الاشتباه. ومن اللحظة دي حاولوا تركزوا في كل تفصيلة، لأن بعد اتصالات نصرة كتير كل حاجة اتغيرت، والفرح بقى جحيم والمعازيم بقى رماد. نصرة في الوقت ده كانت بتتصل بزايد عشان تترجاه انه ما يكملش الفرح. ما كانش حد متوقع ان اليوم ده هينتهي بكارثة. والساعة 8:30 الشرطة جالها اول اتصال من راجل بيصرخ في التليفون وبيستنجد بيهم، وبعدها الاتصالات بالشرطة ما وقفتش من نفس المنطقة. الشيء الوحيد المشترك في اغلب المكالمات ان المبلغين قالوا ان كان في صوت انفجار قبل الحريق، وده طبعا يبعد نصرة عن دايرة الاشتباه ويحول القضية لاحتمالية عمل إرهابي. الشرطة والدفاع المدني بيوصلوا لمكان الواقعة وبيشوفوا حريق البلاغات عجزت عن وصفه، والمؤلم إن حوالين النار دي أطفال بتعيط وجسامين متفحمة في كل مكان، والكل بيحاول ينقذ الستات. وفجأة الخيمة وقعت عليهم أثناء محاولة خروجهم. ورغم رعب المشهد إلا إن الرعب الحقيقي كان بعد الإطفاء، لأن كل اللي كانوا في الفرح كانوا بيدوروا على اللي ليهم بين الضحايا، اللي بيدور على أمه وأخته أو اللي بيدور على زوجته وبنته. وطبعا في حالة التفاحم دي كان صعب التعرف عليهم. وكانت آخر الأنباء الواردة من الجهراء إلى ارتفاع عدد ضحايا حريق الجهراء إلى أكثر من 40 امرأة وطفل تم نقل جثثهم إلى الطب الشرعي. منظر فعلا من أكتر المناظر المرعبة، وإحساس أكيد كان صعب على كل الناس اللي عاشته. وأكتر مشهد يوجع القلب كان لأم متفحمة وهي حاضنة بنتها على أمل إنها تحميها من النار، والإسعاف كانت بتنقل الجسامين والمصابين على المستشفى اللي حصل فيها حالة من الفوضى. ولأن عدد المصابين والوفيات كان بيزيد كل دقيقة، الطاقم الطبي ما كانش عارف يبدأ بمين، وحاولوا على قد ما يقدروا إنهم يعالجوا المصابين. ويطرح وقتها أهم سؤال: الحادثة دي قضاء وقدر ولا بفعل فاعل؟